في لحظات كتير لما بتحصل ما بنصدقهاش غير لما نشوفها قدامنا. علشان كده جبتلكم النهاردة اكتر اللحظات اللي تم تصويرها قبل وقوع الكارثة بثواني معدودة. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. تخيل هنا انك قريب جدا من محطة بنزين وفجأة يحصل تسرب بسبب موقف زي ده. لكن لحسن الحظ ما كانش في حد قريب من المكان والموضوع عدى بسلام. في الموقف ده كاميرات المراقبة سجلت لحظة فيضان غمر مزرعة ماعز في ثواني. لكن لحسن الحظ الجدار اللي كان موجود أنقذ الموقف والماعز قدرت تفضل في أمان من غير ما يحصل لها أي ضرر. بسبب أخطاء معمارية هتشوفوا دلوقتي لحظة انهيار المبنى ده بالكامل. للأسف الأخطاء دي بتكون السبب الرئيسي في مواقف زي دي. الناس دول فعلا خدوا قرار ذكي علشان يتحركوا في الوقت المناسب. بجد ما كنتش متخيل ايه اللي ممكن يحصل لو ما كانوش خدوا القرار ده، وده بسبب اللي هتشوفوه دلوقتي. بسبب شدة الرياح اللي قدامكم هتشوفوا قوتها وهي بتحرك العربية من مكانها وكأنها لعبة صغيرة. وهنا هتشوفوا لحظة انهيار مركز تسويقي كامل في مشهد غريب جدا، وكل ده بسبب الأخطاء المعمارية. لكن لحسن الحظ ما كانش في حد موجود وقتها والموضوع عدى بسلام. في أي لحظة ممكنة ممكن يحصل ارتفاع مفاجئ لمنسوب المية زي اللي هتشوفوه دلوقتي. سواق العربية هنا شكله نسي ينزل الصندوق الخلفي، وده كان تصرف غبي جدا ونتيجته حصل موقف صعب زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي. لكن لحسن الحظ الجسر ما تأثرش والموضوع عدى بسلام. قوة الرياح في المشهد ده هتخليك تستغرب جدا. تخيل انها كانت قوية لدرجة انها قدرت ترفع الشخص ده بالمظلة بتاعته، والاغرب من كده ان كان مصر يمسك فيها ومش راضي يسيبها. قد ايه العمال دول كانوا محظوظين جدا في الوقت اللي قدروا يهربوا فيه بسرعة من الموقف ده. لكن لحسن الحظ الموضوع عدى بدون اي اصابات. بسبب غلطة في حسابات قبطان اليخت حصل تصادم قوي اتسبب في تكسير الرصيف بالكامل. عاوزكم تركزوا هنا على قوة البرق وهو بيضرب الشجرة اللي قدامكم. البرق كان قوي جدا لدرجة ان قشر الشجرة بالكامل. بسبب قلة الخبرة والحسابات الغلط العمال دول اتسببوا ان برج المية يقع في الاتجاه الغلط، ولحسن الحظ هنا محدش يتصاب بأي أذى وقتها. اللحظة اللي قدامكم دي لحظة انهيار جبل بعد ما ضربوا زلزال قوي، والنتيجة هي المشهد اللي قدامكم دلوقتي. على ما اعتقد الحسابات هنا كانت مظبوطة 100%،
لكن سوء الحظ خلى البرج يعكس اتجاهه ويتسبب في الموقف الصعب اللي هتشوفوه دلوقتي. الإعصار ده واحد من أقوى الأعاصير اللي ممكن تشوفوها. قوته كانت شديدة لدرجة إنها شالت سقف فندق كامل في لحظات، زي ما انتوا شايفين قدامكم. أبس العمال اللي شغالين دول المفروض كانوا بيقطعوا الأشجار علشان ما توقعش على البيوت، لكن بسبب غبائهم اللي حصل كان العكس تماما. في سنة 2015 كاميرات المراقبة سجلت لحظة وقوع زلزال قوي هز جمهورية نيبال. شوفوا معايا ردود أفعال الناس اللي كانت موجودة وقتها وإزاي يتعاملوا مع الموقف بسبب قوة الهزة. والحمد لله الزلزال عدى بسلام وما حصلش أي حاجة. بسبب عطل بسيط في المكان اللي بيخرج منه السمك حصل فيضان ضخم للسمك اللي كان موجود جوه، والعامل المسكين هنا ما قدرش يتعامل مع الموقف بأي طريقة. من أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفوها هي الأمطار دي، واللي بدل ما تكون مية نازلة كانت قطع ضخمة من التلج. شكلها كان غريب جدا وقوتها كانت كافية إنها تخلي أي حد مش مصدق اللي بيحصل قدامه. دلوقتي هتشوفوا هنا قوة مياه الفيضان واللي اندفعت بقوة وقدرت تغمر المكان اللي قدامكم بالكامل، وكل ده في لحظات قليلة. تخيل معايا قوة إعصار بالشكل ده لدرجة إن قدر يوقع برج الإضاءة في الملعب بالكامل. المبنى اللي شايفينه قدامكم ده انهار بالكامل أثناء الزلزال اللي ضرب تركيا سنة 2023، والزلزال كان قوي جدا وتسبب في أضرار كبيرة بالمكان. ده فعلا واحد من أقوى الفيضانات اللي ممكن تشوفوها. شوفوا ازاي قوته كانت كافية لتحريك حملات المعدات الضخمة وكأنها قطع صغيرة. المشهد ده بيوريك قد ايه قوة الطبيعة الحقيقية. في اللحظة اللي قدامكم دي حصل إعصار كان قوي جدا لدرجة إن فكك الصواب الزراعية دي بكل سهولة. المشهد هنا قد إيه كان غريب، وبصراحة ربنا يكون في عون صاحبها. شايفين كل التجهيزات اللي قدامكم معمولة مخصوص علشان تحمي العربيات من كمية التلج اللي بتنزل عليها وقت المطر. حتى هنا شوفوا العربيات اللي ما كانتش متغطية، واضح جدا اللي حصل لها بسبب التلج. بصراحة ربنا يكون في عون أصحابها. في بعض الأوقات بتحصل أعطال ممكن تتسبب في أمور صعبة زي اللي هتشوفوها دلوقتي. تخيلوا إن بسبب اللي حصل سقف المصنع وقع في ثواني. إعصار قوي جدا ضرب مركز الخدمات وخلى كل حاجة في حالة فوضى. تخيلوا معايا قوة الرياح اللي كانت كفيلة إنها تغير كل شيء في لحظات. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل أوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشوفوا بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.